غلط فتحي مبروك الباك الشمال عمرو زكي ويقطم لجوه. يضطر فتحي مبروك ان هو يعرقله. وادي دخول للجماهير اللي مصره تسبب مشكله للفريق. اللائحه حضراتكم معروفين، دخول جماهير يبقى في حرمان من النقاط. عشان كده نبقى بنتكلم دغري على طول بدون مجامله وبدون ما نكون بنزوق الكلام. ادي الدفعه بالايد موجوده وضربه الجزاء لصالح عمرو زكي بذكاء، واضطر فتحي مبروك ان هو يدفعه اهو. زقه بالايد واضحه وعمرو بذكاء على طول سقوط مباشر بعد زقه فتحي مبروك، وضربه الجزاء لصالح نادي الزمالك. احمد حسن اعتقد هو اللي هتصدى. احمد حسن ضربة الجزاء، احمد حسن جول الهدف الاول لنادي الزمالك في هذا اللقاء، وتصبح النتيجة 1 الزمالك لا شيء لاتحاد الشرطة. بدري الزمالك جمهور طبعا دخل الملعب، اقتحمت بعض الجماهير. الناس دي بقى اللي قدامي في الشاشة دي اللي انا شايفهم ما بيحبوش نادي الزمالك، ومش ده ابدا يكون التعبير عن الحب. الناس دي بتضر نادي الزمالك، بتضر بنادي الزمالك. الجماهير دي اللي دخلت الملعب واللي مصممه ان هي تحدث مشكله، وقلت لحضراتكم لائحه صريحه هنشوف ايه اللي هيحصل. انما عموما اتقدم احمد حسن بالهدف. راح حسام عبد الجواد بذكاء عشان يقول لمحمد فاروق في جمهور. ماجد غراب من ملعب المباراه، الزميل ماجد غراب. الزميل محمد السباعي، يعني احنا الان بنتابع دخول قوات الامن ان هي بتحاول تخلي المدرجات او بعض الجماهير القليله اللي دخلت من مدرجات الدرجه الثالثه يمين. هم دلوقتي هيظهروا على الشاشه امامك. قوات الامن دلوقتي هتطلع الاعداد القليله من جماهير نادي الزمالك اللي اخترقت الاسوار ودخلت تحديدا بوابه الاسواق في استاد القاهره. في العاب ناريه زميلي محمد السباعي يعني بتوجه له قوات الامن، لكن قوات الامن طالعه في الممر واحنا طالعين معاهم بنحاول نتابع عن قرب ايه اللي بيحصل. لكن عاوز اقول لك ان كان في اعداد كبيره موجوده في طريق النصر، لكن في بعض الاعداد تخللت من بوابه الاسكواش وفضلت دخلت من هذه البوابه وفي طريقها لغايه لما صعدت في مدرجات الدرجه شمال. الان قوات الامن يمكن امامك دلوقتي واحنا صاعدين معاهم خطوه بخطوه بنتابع ايه اللي بيحصل زميلي. وفين الشرطه يا ماجد؟ هتظهر امامك حالا دلوقتي. يعني احنا بنتابع بكاميرتنا الخاصه وطالعين معاهم، لكن يمكن مخرج المباراه لسه ما قالش ايه اللي بيحصل زميل محمد السباعي. ماجد هنرجع لك تاني، هنتواصل معاك عشان نقف بالظبط على ايه اللي بيحصل في استاد القاهره. شكرا زميلي العزيز ماجد غراب. على طول تتنقل، يمكن كنا حريصين نبقى مع حضراتكم برضه باللي بيحصل في استاد القاهره. المناشدات، النداءات، كل شيء يا جماعه. ارجوكم يعني هنفضل نقول ومش هنكل ولا هنمل. اللي عايز يحب فرقته ويحب ناديه يحافظ على النظام. اي خرق للنظام بيضر بناديه. طبعا المنظر اللي شفناه ده ما نحبش نشوفه. برضه الجماهير مستمره في العناد، وكانه العناد دلوقتي هو الشيء الواضح وهو الاساس. لا، مش دي كره القدم. في نظام، في انضباط، في لائحه، يبقى في على طول التزام من الكل. لو بتحب ناديك لازم تلتزم، ما التزمتش يبقى انت بتسعى للضرر. كده الناس اللي انا شفتها دي ما تحبش نادي الزمالك ابدا. الناس دي عايزه توجد مشكله ومصممه على انها توجد مشكله. ارجوكوا غلبوا العقل والمنطق. في اشاره من طارق سامي بيتكلم مع محمد فاروق، لسه رايح له طارق سامي، في كده كلام بينهم. اهو بيتكلم مع طارق سامي مع شريف صلاح، كابتن عبد العظيم مراقب المباراه من المسابقات. دول الصحفيين، ده منظر طبعا زملائنا الصحفيين، دي رجال اعلام عشان ما حدش يتخض. مقصوره الاعلام اللي الناحيه الثانيه من الزملاء الاعلاميين والصحفيين اللي بيغطوا وبيتابعوا المباراه. ادي طبعا الناس برضه مصره تضرب العاب ناريه ومصره تخرق النظام. واحمد حسن جري بسرعه بذكاء على المدرج ويعني ناشد اللعيبه. ادي بدا دلوقتي بس انتشار
قوات الشرطه ماجد غراب معانا مره ثانيه يا ماجد. زميل محمد سباعي، يمكن انت ملاحظ دلوقتي ان المباراه تم ايقافها. يمكن مسؤولي نادي اتحاد الشرطه يمكن لاحظ ان في بعض الجماهير اللي موجوده، وزي ما قلت لك دخلت بعض الجماهير، ومش عارف الكاميرات عندك اظهرت ده ولا لا. وزي ما انفردنا في موضوع الكوره في وصف تفصيلي للاحداث، قلنا الجماهير ازاي اخترقت استاد القاهره، وقلنا كمان ازاي قوات الامن تعاملت مع الموقف بكل جديه بكل حزم. والان لو انت تلاحظ والكاميرا جت في يعني لاول مره في بعض المقبوض عليهم الناس اللي دخلت شايلين بتسال دايما لما بيبقى في تجاوزات في الناس اللي بتعمل التجاوزات دي بيتم القبض عليهم. احنا في كاميرتنا صورنا اثناء عمليه القبض على بعض الجماهير اللي دخلت استاد القاهره فعليا، وبنتمنى ان هم ينالوا جزاهم، لان زي ما انت عارف يا سباعي دايما ان احنا مع النظام ومع الشرعيه ومع القانون. اشكرك ماجد غراب، واكيد هنرجع لك تاني. زي ما قلت لحضراتكم اللي قدامنا دي مقصوره الصحافه او بنوار الصحافه زي ما بيقولوا عليه، في طبعا الزملاء الصحفيين ومراسلي القنوات. محمد فاروق طول ما في حد هو مش هيلعب واوقف المباراه خلاص، يعني اعتقد الشرطه بدات كده تحكم قبضتها على الامور، او في طريقها ان هي تحكم قبضتها على الامور. لكن التساؤل برضو ازاي الناس دي دخلت من الاول؟ كان يجب المنع من بره. يعني صعب انك تقول لي انه الناس دي اخترقت ومحدش وقف لهم او دخلوا من باب الاسكواش. لازم يبقى في تعامل بمنتهى الحزم، ويمكن الشيء اللي دايما بنشدد عليه، لا خلاص لازم يبقى في ناس، في عقوبات. ادي تتعادل لعبه تاني، زقت فتحي مبروك لعمرو زكي، وسقوط زكي وضربه الجزاء اللي احتسبها محمد فاروق. هدف الرابع لاحمد حسن، المباراه الوحيده يمكن اللي ما سجلش فيها مباراه سموحه، انما غير كده سجل في كل المباريات. ادي طبعا والهدف رقم 20 هذا الاسبوع، والهدف ال 100